المملكة العربية السعودية. اليمن اليوم أمام فرصة كبيرة لمنتخب أسود سبا بأن يحقق الانتصار عبر المرحلة الأولى الدوري المالديفي الكرة العالية للقائم الثاني. نعم، معظم لاعبيهم ينشطوا في مسابقة الموجود خلف هذه الكرة، واحد من اللاعبين المميزين. كرة بتسديدة وين بعيدة يا عبد الوهاب. النهضة العماني في الموسم الماضي وتوج بلقب الدوري، وكلها فيما بينهم. لمسة من اتجاه محمد علي مطيري بكرة إلى الأمام. هذه جميلة، هذه جميلة، لعبة للهدف الأول ضاعت على المنتخب اليمني. مرت على المنتخب اليمني في اللقطة الماضية كرة خطيرة جدا للوصول للهدف الأول. لمسة جميلة أحمد السرور اللي تحرك في اللعبة الماضية، لكن الوصول كان عبر الدقائق الأولى أو في أي دقيقة. كانت كرة عالية، يا الله. عبد الله السعدي بتقدم للخطوط الأمامية. شوف الكرة العالية، ومن ثم 11 لاعب دفاع، وسيصعب التسجيل للمنتخب اليمني. كرة بالراس، وعبد الله السعدي. عبد الله السعدي يتصدى في اللعبة الماضية. تحولت هجومية مرة أخرى لعناصر المنتخب اليمني، انطلاقا للناحية اليمنى من ملعب المباراة في هذه المحاولة اليمانية. الكرة داخل منطقة الجزاء يا عبد الواسع يا مطري، لكن عبرت إلى خارج أرضية الملعب. عجبني التحول الهجومي، الارتداد السريع. خب السريلانكي، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب. التقدم في هذه اللعبة، الله 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 على استعادة الكرة وإبعاد الكرة من قبل محمد في اللعبة الماضية. حيتم استعانة بالجمهور السريلانكي للدفاع عن الهدف الوحيد. كرة مرة أخرى ترسل عالية خطيرة. حتى الآن المحاولات اليمنية، الكرة اي نعم تصل الى منطقة سوجان حارس المرمى. محمد الطير استعادة للكرة. شوف اثنين لاعبين فقط، لاعبين فقط من امام 4 لاعبين من قبل المنتخب اليمني. الهوائية، كرة ترسل عالية بالراس مرة أخرى. لو تلاحظ معي عزيزي المتابع، كرة باتجاه أحمد السروري. يحاول السروري في هذه اللعبة البحث عن عرضية موجودة، وحارس المرمى سوجان جاء هارون الزبيدي مرة أخرى. لمسة باتجاه ناصر، وينه عبد الواسع؟ هذا هو عبد الواسع. عبد الواسع باتجاه احمد ماهر. عدى مر يا سلام، 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 يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. هذا هو اليماني. شوف عدى مر وراح وحطها بكل هدوء وجمال، وهدف يماني أول. وين أحمد ماهر؟ هانا موجود. وين أحمد ماهر؟ هانا حاضر. وين أحمد ماهر؟ هانا مسجل للهدف الأول. ستأتي من قبل هارشا مدافع منتخب سريلانكا. كرة عالية إلى الأمام بالراس خطيرة. عبد الله السعدي إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة اللي كانت عالية في الأمام في اللقطة الماضية، ودخل في اللقطة الماضية. السرعة موجودة للسيفان. عدى السيفان. وين يا هارون؟ وين يا هارون؟ وين يا هارون؟ أمن يا هارون. لكن حارس المرمى عبد الله السعدي. كانت موجودة للسيفان، وحيد كان في هذه اللعبة. دقائق أخيرة. الله 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 على المرور بطريقة مثالية، ومن ثم السقوط. مطالبة بركلة جزاء للمنتخب اليمني في اللقطة. أحمد ماهر اللي عندهم فنيات كبيرة جدا في أرضية الملعب. 1-1 على منتخب سريلانكا. صابرة حكم المباراة تحضر في هذه الأثناء أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكاس الكرام بتقدم منتخب اليمن بنتيجة 1-0 لمنتخب سريلانكا. شوط يماني جميل، لكن شوط ثاني أجمل بإذن الله. شوط أول انتهى بتقدم المنتخب اليمني بنتيجة 1-0 لمنتخب سريلانكا. اليمن أيضا على بطولة الآسيان. كرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى. المحاولة من جديد لكرة عالية بالرأس، ودوري سريلانكا في هذه المحاولة الخطيرة. يا الله يا الله، كانت خطيرة على مرمى المنتخب اليماني، على مرمى عبد الله السعدي. كرة عالية خطيرة في هذه المحاولة، وخطأ موجود. قائمة المنتخب اليمني رقم 9، لكن لنعرف من غادر أرضية. فرصة يمانية بأن نشاهد هدف ثاني ممكن
ممكن بأن نشاهد هدف ثاني يماني، لكن وين؟ بعيدة هذه الكرة، بعيدة هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ولا فرصة للمنتخب اليمني، محاولة من أجل التسديدة، كرة ناصر في اللقطة الماضية، سدد كرة بعيدة. داحي اتحرك عمر، لعبة إلى عبد الواسع في هذه المحاولة. أحمد ماهر، واحدة فين؟ هذه الثالثة، حطها في المرمى، سدد صاحب الرقم 3 وشيهارة صاحب الرقم 4. تسديدة، ناصر في تسديدة ثانية، عن اطار الدوري اليمني. شوف كرة لعبة ناصر الدوري اليمني اللي نشاهدها في مواقع قاتلة آسيوية، ودائما المنتخبات السريلانكية ما تغادر، لكن كرة للثاني، لعبة للثاني، يلا للثاني، قد يندم عليها المنتخب اليمني. وياتي هذا اللقاء، شوف الكرة اللي كانت الامام، المحاولة ناصر، حتى ناصر، ولكن المنتخبات اليمنية، ونعرف كرة القدم اليمنية، ونعرف المواهب اليمنية، ونعرف المخرجات اليمنية، ونعرف الحضور اليمني، لكن اليوم يا ميروسلاف بحاجة لحضور أكبر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، الأولى كانت من محمد ولم تأتي، الثانية لم تأتي، الثالثة تأتي في المرمى اليماني، ناصر يسجل. شوف اللعبة، سدد، نعم سدد السهم وسمى ورمى، فشباك نهبة المفترس. الله على كرة تنقل إلى الأمام عالية، هذه واحدة منها، منفذ يأتي مفتوح في هذا اللقطة، لكن إبعاد يأتي وقادرة على الظهور بشكل إيجابي عبر مباراة الإياب. كرة عالية خطيرة كانت قلص بها الفارق لهدف واحد. خطأ لعناصر المنتخب السريلانكي للناحية اليمنى، ما زالت مستمرة في هذه المحاولة. اللعبة العرضية الجميلة، التسديدة، ومن ثم دور الإبعاد يأتي. محاولة لليمن عن طريق الموهوب الغزال، غزال اليمن، هو غزال اليمن وغزال كل اليمنيين. عبد الواسع، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، عبد الواسع يبعث الأمان والاطمئنان للجماهير اليمنية. غزال اليمن يسجل الهدف الثالث بأقل مجهود، جول يماني ثالث، لكن يا له من روعة ويا لها من لعبة. عبد الواسع بالعيون الواسعة، عيون الغزال مثل غزال الريمة التي تشاهد بكل وضوح. هو شاهد الشبكة وشاهد المرمى، قال لميروسلاف سكوب أعطيني فرصة فقط في تسديد هذه الكرة ومن ثم سأخرج، أعطيني فرصة لتسجيل فقط الهدف اليماني الثالث ومن ثم سأغادر أرضية الملعب. هو يغادر، نعم هو الشوط الأول من مباراة الذهاب. كرة عالية إلى الأمام، والسعدي 97 دقيقة، ممكن يضيف دقيقة زيادة. عدى سدد كرة، يا الله على الكرة اليمانية، يا الله على التسديدة. لا يوجد سوى تركيز عن القادم، تركيز من أجل القادم، هي القدرات، هي الإمكانيات. الله 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 الله، عمر الداحي وحارس المرمى السوجان وصفرة حكم المباراة تحضر في هذه الأثناء. أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكاس الكرام، اليمن في مباراة الذهاب تنتصر بثلاثية على حساب سريلانكا في التصفيات المزدوجة. مبروك للمنتخب اليمني وجمهور المنتخب اليمني والشعب اليمني كامل على أمل بأن يكون القادم أجمل بإذن الله